C'est par cet acte simple, mais symbolique, que l'imam, le professeur Haruna Abdoulaye, a donné le top des immolations dans les maisons. Mais avant, ils ont adressé des prières à Allah pour ses bienfaits dans leur vie, mais également pour la nation béninoise. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما خضع المسلمون لشعائر ربهم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. ما خرجوا كثيرين من كل فج عميق ليؤدوا صلاة العيد التي هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم القائل في يوم عيد الأضحى إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فها نحن نؤدي هذه الشعيرة شعيرة صلاة عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعفوه وغفرانه أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا ذلاتنا وخطايانا وأن يعيد علينا العيد أعواما عديدة مديدة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi al-azim bukratan wa asila. Louange à Allah, louange à lui exalté soit-il, qui nous a guidés sur l'islam. L'islam qu'il a d'ores et déjà agréé comme religion digne des êtres humains sur la terre pour atteindre son agrément. Nous le louons, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que notre bien-aimé, le nommé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur serviteur d'Allah et son messager qui a véhiculé le message divin de l'islam. Allahu Akbar, nous voici à la Eid al-Akbar. Louange à Allah, nous le louons. Il est l'unique sans associé qui a accompli sur nous ses bienfaits. Quel est le but du sacrifice que nous menons ce jour et quels sont les mérites qui s'y trouvent? 1. S'approcher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits qui sont illimités en nous. Et lui rendre grâce pour ses nombreuses bénédictions. Et le sacrifice est aussi une expiation des péchés et une expansion des bienfaits pour la famille